بالرغم من العقارات تعتبر افضل حاجه تحافظ بيها على قيمه فلوسك او تحقق منها مكاسب كاستثمار، الا ان هي برضه ممكن تبقى اسوأ حاجه بالنسبه لك. ممكن تخسر فلوسك من العقارات، وده بيحصل كتير، في ناس بتخسر فلوسها من العقارات. طب هو ده بسبب ايه؟ ده بيبقى راجع لك انت. ايه اللي بيخلي الناس تخسر فلوسها من العقارات؟ هنتكلم النهارده عن اهم اسباب او اهم نقط بتخلي الناس تخسر فلوسها في العقارات، وتبقى انت واخد بالك منها كويس. احنا لو قعدنا نتكلم في الموضوع ده هنتكلم في 20 و30 نقطة ونقعد نتكلم فيهم للصبح. بس علشان ما يبقاش المعلومات كتيرة والفيديو يطول، انا لخصت لك او ضغطت لك الاسباب اللي تخليك تخسر فلوسك في 7 نقط بس. 7 نقط او 7 اسباب. تقدر تقول يعني ان السبعة دول هم يعني ضغط الاسباب كلها مع بعض في 7 نقط. ممكن كل نقطة تطلع بكذا نقطة، او ممكن تقول ان دي اهم او اكتر 7 اسباب تتسبب في انك تخسر فلوسك في العقارات. فلو انت وقعت فيهم او وقعت في واحده فيهم، فانت احتمال انك تخسر في العقار اكتر من احتمال انك تكسب. فده اللي هتكلم فيه النهارده، اهم 7 اسباب بتخليك تخسر فلوسك في العقارات، سواء انت حد دخل استثمار عقاري وخسر فلوس وعايز تعرف ايه السبب، او هتعمله تاني بس عايز تتجنب الخساره المره دي، او انت حد ما دخلش استثمار عقاري قبل كده بس خايف تدخل وعايز تعرف ايه الحاجات بس اللي انت تبقى عارفها واخد بالك منها علشان ما تخسرش فلوسك في العقارات. فخليك متابع معايا لاخر الفيديو. انا محمد رضوان، واهلا بيكم في فيديو جديد. طيب ايه هي اهم اسباب تخليك تخسر فلوسك في العقارات؟ النقط اللي انا هتكلم فيها دي هي اسباب في ايدك انت، يعني مش بتكلم على اسباب خارجيه او حاجات خارج السيطره انت مش متحكم فيها. لا، انا هتكلم على حاجات في ايدك انت اللي متحكم فيها، في ايدك تغيرها او تتجنبها. فايه هي الاسباب دي؟ اول سبب يخليك تخسر فلوسك في العقارات هو الطمع، ان انت تكون طماع. اه طبعا المستثمر المفروض يكون طماع، بس طماع بمعنى ايجابي، ما يكونش الطمع هو الوقود او هو الدافع اللي بيحركه في الاستثمار العقاري. لان الطمع بيخليك تقع في اخطاء وتاخد قرارات غلط بتؤدي في الاخر انك تخسر فلوس ما تكسبش. وخلي بالك الطماعين دول بيكونوا مصيده وفريسه سهله للنصابين، او للناس اللي هي عايزه تبيع لك البيعه. يعني بيقنعك بحاجات تبقى مغريه بالنسبه لك بدافع الطمع ان انت باقل تكلفه عايز تحقق اعلى ارباح. فالطمع بيخليك فريسه سهله للناس دي، وبيخليك كمان تاخد قرارات غلط، زي انك تشتري في الوقت الغلط بالنسبه لك يعني، او تشتري في مكان غلط، او تشتري حاجه غلط، او انك تبيع في الوقت الغلط، او انك تعلي سعر البيع عن السعر المناسب للسوق بغرض الطمع. انت طماع فانت عايز سعر عالي، والعقار بتاعك مش هيتباع بالسعر ده. وده احنا بنشوفه كتير، احنا في المجال وبنشوف ده كل يوم. يعتبر اكتر سبب بيخلي العقار مش بيتباع ولا بيتأجر هو ان صاحب العقار طماع، هو حاطط سعر مش عايز ينزل عن السعر ده، والسعر ده معلي عن سعر السوق، مش هيتباع بالسعر ده. وحتى لو باع بالسعر ده بيكون بعد ما يكون عدى فترة طويلة، وبيكون السعر ده مش مناسب للتضخم. يعني بيكون التضخم اللي حصل في الوقت ده اكل من الرقم ده، يعني هو باع بالرقم اللي هو عايزه، بس وقت ما باع هو التضخم قلل من قيمة الفلوس دي، فلما يجي يحسبها يلاقي ان هو فعليا خسر ما كسبش. طيب تاني نقطة بتخليك تخسر فلوس في العقارات هو ان انت عايز مكسب سريع وسهل. ودي برضو خلي بالك مرتبطة بالطمع، عشان كده انا خليت دول اول نقطتين، لان هم دول اهم حاجة. لو انت طماع وعايز مكسب سريع وسهل، فده هيخليك تقع في بقية الغلطات وبقية النقط اللي احنا بنتكلم فيها دي، عادة بسبب الطمع وانك عايز مكسب سريع وسهل. العقارات ما ينفعش تتعامل معاها بالمبدأ ده، ان انا داخل استثمار عقاري وعايز مكسب في اسرع وقت وباقل مجهود. مش عايز اعمل مجهود وعايز مكسب سريع. وده برضو بيخليك مصيدة لناس كتير، لان هو بيلعب معاك على الحتة دي، يقول لك ادفع مقدم بسيط النهارده وقسط كده كام شهر، وخلال سنة هتبيع وتحقق مكسب وترجع اللي انت دفعته وتحقق كمان ارباح عليه. وانت تصدق الكلام ده وتمشي وراه وتدخل بالهدف ده، وتكتشف بقى بعد سنة وسنتين وثلاثة ان انت لبست في الحيط، ان ده كان واحد عايز يبيع لك وخلاص. يعني لو انا بشتري عقار النهاردة، في عقار تحت الانشاء مثلا او عقار جاهز،
لما يجي عليه وقت يكون جاهز للتأجير، واقعد فترة بأجره، وبعد كده يجي وقت مناسب للبيع علشان احقق اعلى عائد واعلى ارباح. دي دورة بتاخد سنين. دي ما ينفعش ان انا ابقى داخل وحاطط في الاعتبار ان انا هخرج خلال سنة بالكتير، والكلام ده كل ده كلام فاضي. فانت دافع الطمع مع انك عايز مكسب سريع وسهل بدون اي مجهود، ده اللي بيوقعك في ان انت تغلط وتاخد قرار غلط وتخسر فلوس في العقارات. ثالث نقطة هي الميزانية. والميزانية ما اقصدش بيها بس المبلغ اللي انت هتدفعه علشان تشتري بيه العقار، لا، المبلغ ده يمثل كام في المية من ثروتك. هل انت عندك استعداد للمخاطرة بالمبلغ ده؟ لو خسرت جزء منه هل هيفرقوا معاك، ولا الموضوع يعني حياتك واقفة عليه؟ هل انت حاطط المبلغ الميزانية دي بغرض ان انا ما عنديش اي استعداد اخسره، مفيش مجال للخسارة، ما ينفعش اخسر، ولا عادي ممكن اخسر جزء منه، ده مبلغ زيادة مش بيمثل جزء كبير من ثروتي واقدر اخاطر بيه؟ اللي متابع فيديوهاتي هيلاقي ان انا دايما بقول ما تدخلش استثمار عقاري بكل فلوسك، ولو انت معكش المبلغ الكافي اللي تقدر تخاطر بيه وتقدر تسدد الاقساط للاخر، يبقى قدامك حاجه من الاثنين: يا اما تسيبك من العقارات خالص، يا اما تشترك مع واحد او اتنين صحابك، مثلا ناس بتثق فيهم، صحاب قرايب، وتجمعوا من بعض وانتوا تشتروا مع بعض عقار واحد تشتركوا فيه مع بعض. غير كده ما تدخلش استثمار عقاري. وبرضو انا بحدد الميزانيه بعمل حسابي على المصاريف الجانبيه. انا كنت عملت فيديو مخصوص عن المصاريف الجانبيه لاي عقار، وانت بتشتري عقار في مصاريف جانبيه كتير. ارجع للفيديو ده لو انت ما شفتوش. يعني مثلا لو انا الميزانيه اللي محددها للاستثمار وليكن مثلا 10 مليون، فما اشتريش عقار سعره 10 مليون، اشتري مثلا عقار سعره 9 8. اسيب كده مساحه للمصاريف الجانبيه، لان السعر اللي انت بتشتري بيه العقار، السعر الاصلي بتاع العقار ده مش كل حاجه انت هتدفعها. ما انت في عندك مصاريف صيانه، عندك مصاريف تنازل، لو انت بتاخد عقار من حد بيعمل تنازل، عموله مثلا هتدفع، مصاريف تشطيب، في مصاريف جانبيه كتير انت ممكن تدفعها في العقار ده. ارجع للفيديو بتاع المصاريف الجانبيه، فدي برضو لازم حاجه انت تبقى حاططها في الاعتبار وعامل حسابك عليها. فتحديد الميزانيه ده مهم جدا. دي من الاخطاء اللي كتير بيقع فيها، ان انت بتبقى محدد انا معايا كام، مش انا هشتري بكام. في فرق كبير جدا بين انا معايا كام وهحط الفلوس دي كلها في عقار، وبين انا هحط كام في العقار، انا هطلع قد ايه من ثروتي علشان احطهم في استثمار عقاري. رابع نقطة وهو انك ما تكونش محدد هدف للاستثمار. داخل استثمار عقاري كده علشان انت سمعت ان ده احسن استثمار في العالم، وان اصل في فرص كويسة ويلا ندخل استثمار. انت عايز تدخل وخلاص، وانت اصلا مش محدد هدف ولا محدد ميزانية ولا محدد اصلا انت هتعمل ايه بالعقار ده. وكمان الهدف ده يبقى فيه مرونة، يعني مش اللي هو انا هحط خطه وهي الخطه دي لازم تمشي بالملي وما ينفعش حاجه تانية، لا، يبقى في شويه مرونه عادي. انا عامل حسابي ان انا هبيع العقار مثلا كمان 7 سنين، جيت بعد 5 سنين لقيت ان هو هيجيب سعر كويس وهعمل منه مكاسب كويسه، واقدر بالفلوس دي احطه في عقار تاني وادخل استثمار تاني احسن. ماشي، مفيش مشكله، اقدر اعمل كده. فبيكون في شويه مرونه برضو. تحديد هدف مع المرونه، لازم تبقى انت محدد ده من الاول، لان هو ده برضه اللي بيحدد لك انت هتشتري امتى وتبيع امتى، وايه نوع العقار اللي انت هتشتريه اصلا. هتشتري عقار سكني ولا تجاري؟ ولو هتأجره امتى؟ ولو هتبيعه امتى؟ وتبقى عامل حسابك على كل ده. طيب ندخل في اللي بعده، النقطة الخامسة، وهي اتباع سياسة القطيع. وده بيؤدي ان انا اشتري مع مطور غلط او اشتري في المشروع الغلط. مش علشان المشروع، مش شرط يكون المشروع ده وحش او المطور وحش، بس مش مناسب بالنسبة لي. يعني انت بتشتري او كتير بيشتروا بسبب اتباع سياسة القطيع. هو شايف ان المشروع ده اتعمل عليه طرح واعلانات ضخمة ودعاية ضخمة، وجايب الممثل الفلاني والفنان العلاني علشان يعمل الاعلان ده، فانت بتنبهر وبتشوف بقى، بتاخد فكرة ان المشروع ده ما حصلش. وكمان انت بتشوف المشروع ده عليه اقبال من ناس كتير، ناس كتير رايحة تشتري، وبتروح يوم الطرح تشتري وتروح في معارض، لان انت شايف ناس كتير بتروح. وانا كنت عملت فيديو برضو مخصوص على موضوع يوم الطرح ده بالخصوص والمعارض، وانت بلاش تشتري في يوم الطرح وتعمل ايه لو انت هتشتري في اليوم ده. الموضوع ده خطير جدا جدا، وبيخليك بنسبة كبيرة تاخد قرار غلط وتشتري حاجة غلط، حاجة انت غالبا اصلا مش انت اللي مختارها،
فده بيؤدي بعد كده طبعا انك تخسر فلوس. ما تمشيش ورا كلام دعايه وخلاص، او علشان حد بعت لك عرض انت شايفه عرض حلو قوي وتقدر تدخل فيه بسهوله فتجري وراه وخلاص، او شايف الناس كلها بتشتري هنا فانت بتجري ورا الناس علشان الناس دلوقتي كلها بتشتري في المشروع الفلاني، فانت رايح تشتري هناك علشان عندك حته الفومو او الفير اوف ميسنج اوت، او بيتمارس عليك حاجه اسمها سوشيال بروف، البرهان الاجتماعي، ان انت بتبقى شايف ناس كتير رايحه تشتري فانت بتفهم ان كده يعني ما دام الناس دي كلها رايحه تشتري يعني الناس دي كلها ما بتفهمش، اكيد المشروع ده ما حصلش، انا ما ينفعش اضيع الفرصه، لازم انا كمان اشتري. مش علشان الناس كلها رايحه تشتري في الساحل فانا لازم اروح اشتري في الساحل، مش علشان الناس كلها رايحه تشتري اداري وتجاري علشان العائد بتاعهم عالي وبيجيبوا 10 و15% عائد فانا اروح اشتري تجاري. انت بتشتري الحاجه المناسبه ليك، زي ما قلت انت في هدف بتحدده، في ميزانيه انت معتمد عليها، في مخاطره انت بتدخل فيها، هل انت قد المخاطره دي ولا لا؟ لازم بتعمل الواجب بتاعك، انت بتشتري الحاجه المناسبه ليك، مش الحاجه اللي عليها هوجه او الحاجه اللي عليها دعايه ضخمه، او شفت صور وحاجات للمشروع انبهرت بيها. طيب هو مين اصلا المطور ده؟ هل ليه سابقه اعمال ولا لا؟ هل باني حاجه ولا لا؟ والمشاريع اللي بناها الاداره بتاعتها عامله ازاي بعد التشغيل؟ في حاجات كتيره انت لازم تفهمها وتاخد بالك منها قبل ما تروح تشتري في اي مكان. طيب النقطه اللي بعد كده سادس نقطه، وهي عدم الاطلاع على اوراق المطور او اوراق المشروع ده، ودي من اخطر النقاط، وناس كتير من اللي بتخسر فلوس بتكون بسبب المشكله دي، ان هو ما قراش العقد. هتلاقيني دايما بنبه في اي فيديو في الاستثمار العقاري، لازم تقرا العقد، اقرا العقد كويس واعرضه على محامي، لازم يكون معاك محامي، خصوصا لو بتشتري من مطور جديد، لازم تقرا العقد وتفهمه. ما بقولش ان العقد هيتغير، هو العقد غالبا مش هيتغير، عقد المطور ما بيتغيرش، بس انت تبقى فاهم. عدم قرايتك للعقد ده خطر جدا جدا جدا. وقبل ما تقرا العقد تطلع على اوراق المشروع نفسه، لو المشروع ده لسه ما اتبناش، هل الورق بتاعه خلصان؟ القرار الوزاري، تراخيص البنى، هل الحاجات دي خلصانه وطالعه خلاص؟ لازم تتاكد من الكلام ده، ما تمشيش ورا كلام بيتقالك بالبق كده وخلاص. خصوصا برضه في حاجات زي التجاري والفندقي مثلا، يقول لك في الفندقي ده احنا متعاقدين مع الفندق الفلاني ويجيب لك اسم كبير كده ان هم متعاقدين معاه. مفيش حاجه اسمها تعاقد على حاجه لسه ما اتبنتش، دي بتبقى اسمها مذكره تفاهم، مذكره تفاهم دي ممكن تكمل او ما تكملش، سواء هم متعاقدين بقى مع فندق مع شركه تشغيل ايا كان، لازم تطلع على كل حاجه بيقول لك عليها، وده من حقك وما فيهوش اي مشكله. لو هو فعلا في عقد في اي حاجه هيوريها لك، ايه المشكله؟ ليه مش عايز توريها لي؟ فدي برضو من اخطر النقط، ان عدم الاطلاع على الاوراق بتاعه المشروع وعدم قرايه العقد نفسه اللي انت بتشتري بيه. سابع نقطه او سابع سبب بيخليك تخسر فلوس في العقارات، وهي انك بتاخد استشاره غلط، او الاسوأ من كده انك ما بتاخدش استشاره اصلا وبتمشي بدماغك. يعني انت بتروح تشتري علشان انت شايف المشروع ده جامد قوي والمطور ده كبير وهروح اشتري معاه وخلاص، وزي ما قلت انت بتشتري الحاجه المناسبه ليك انت ومناسبه لظروفك في الاستثمار. مفيش حاجه مناسبه لكل الناس ولا في حاجه وحشه لكل الناس، كل واحد على حسب ظروفه وعلى حسب اهدافه هو. لازم تكون بتتعامل مع مستشار عقاري او وسيط عقاري عنده امانه وفاهم، فلازم يكون شخص محايد وبينصحك بمصداقيه، ولو هو شايف اي عيوب يقول لك عليها عادي، مفيش اي مشكله، ما يخبيش عنك عيوب اي حاجه. في مبدأ بيقول لك الوعي قبل السعي، قبل ما تسعى في اي حاجه، سواء بقى عقارات، سواء مشروع، سواء بورصه، اي حاجه في حياتك بتسعى فيها، يا ريت يبقى عندك شويه وعي، لازم يبقى عندك شويه وعي، شويه فهم في الحاجه اللي انت داخل فيها دي. روح لحد مختص وعنده امانه، ما تمشيش بدماغك كده. لما انت بتكون تعبان فانت بتروح لدكتور، مش بتكتب روشتة ادويه كده من نفسك. لو انت عندك قضيه معينه بتروح لمحامي، كل حاجه للتخصص بتاعها. والشخص الامين اللي هيديك استشاره صح ده هيبان، انا هيبان قدامي هل الشخص ده عايز يبيع لي البيع وخلاص، ولا ده فعلا حد بيديني استشاره حقيقيه علشان اشتري في المكان الصح. ولو لقى ان انا اصلا مش مناسب ليا اشتري دلوقتي، او لقى ان دي مخاطره كبيره عليا، هيقول لي كده عادي،
مش هيبقى بيحاول يبيع لي البيع وخلاص وعايز يقنعني ان انا اشتري وخلاص. الموضوع مش موضوع بس ميزانيتك كام وايه نوع العقار اللي انت عايزه والمساحه اللي انت عايزها قد ايه وخلاص كده. هو العقار مرتبط بس بالميزانيه ولا مرتبط بالهدف؟ الاستثمار العقاري سواء انا بشتري حتى كاستثمار او كسكن، يعني حتى لو بشتري كسكن فانت برضو عايز حاجه ليك انت في المستقبل ولاولادك، وانت عايز هتعيش في كوميونتي ولايف ستايل معينه، فانت عايز حد امين تستشيره في الموضوع ده. ايه الكوميونتي المناسبه اللي انا اشتري فيها؟ ولو بتشتري استثمار، ايه الهدف من الاستثمار؟ بشتري ليه وعايز ابيع ولا اجر؟ لازم ابقى فاهم انت هدفك ايه من الشراء اصلا. انما واحد يقول لي ميزانيتك كام فاقول له مثلا 5 مليون فيبيع لي حاجه ب 5 مليون وخلاص كده ويبقى هو ده الاستثمار العقاري، واقول الاستثمار العقاري ده هو احسن استثمار في العالم، ده يبقى كلام فاضي. مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، دول كانوا اهم 7 اسباب رئيسيه يخلوك تخسر فلوس في العقارات. يا ريت تبقى واخد بالك منهم كويس قوي. وطبعا لو احتجت اي حاجه تقدر تكلمني في اي وقت. ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، واعمل اشتراك في القناه على اليوتيوب، واعمل شير عشان اكبر عدد يستفاد. كان معاكم محمد رضوان، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. شكرا.